تعرف لما يكون عندك شخص تقدر تثق فيه، شخص قريب منك، شخص يفهمك ويحس فيك، يهتم لك ويهتم فيك، يحبك، يحاول يسعدك، ما يتركك أبدا، يحاول يقضي وقته كله معك، يحاول يملأ عليك وقتك، ما يخليك أبدا مهما وقع. شخص تكون مطمئن بقربه، شخص تكون واثق إنه مهما خابت ظنونك هو ما بيخيب ظنك، تكون واثق إنه بيبقي جنبك، بيوقف معك، بيفهمك، بيساعدك، يشغلك عن الأشياء اللي توقعك، بيحاول يخلي نفسه الأساس بحياتك، يحاول إنه يكون معك وأقرب شي لك. شخص يكون لك بقعة ضوء في الظلام من حولك، شخص يكون لك أمان من الأوجاع اللي حولك، يكون مصدر الراحة والحنان لك، تحبه وتتعلق فيه، تشوف الدنيا فيه، تفكر طول الوقت، هو يكون شغلك الشاغل، يكون هو اللي ماخذ قلبك، تكون متمسك فيه مرة، تربط راحتك وسعادتك فيه، هو لأنه أقرب من حبل الوريد لك، لأنه عودك على وجوده جنبك، عودك على حبه لك، على اهتمامه، على حنانه، على ثقته فيك، على غيرته المجنونة عليه من الكل، حتى على محادثته معك طول الوقت. ما تحس بفقدانه مرة، تحس بحبه. لكن لما كل هذه الأشياء تختفي من هذا الشخص ويقع إنسان غير، ويقع عكس ما كان قبل، هنا قد يا وقع قلوبنا وحرقتها، يا وقع قلوبنا وحرقتها، بتتعب نفسيتك، بتفقده، بتشتاق له، بتحتاج له، بس تلقي شخص غير فيه مش اللي قبل، لأنه تغير مرة، ما ينفعش يسأل عليك مرة، ولا يهتم، ولا يحسسك بحبه لك، ولا تحسه جنبك، تحس إنه بعيد عنك، مش قادر أن ترجعه لك زي قبل، يقس له وهو يبعد عنك، ما تقدر تسوي شي غير تمثل القوة قدامه وتنهار من وراه، تحبه مرة بس تصير أفعاله تثقل، توقع مرة، تبدأ تحس إن مكانتك عنده تغيرت، وإنه بدأ يمل منك وينساك، تصير ما تعرف إيش يشتي بالضبط، إيش مشاعره له، ما تقدر تكلمه لأنه تخاف تحاكيه بشي يضايقه أو يعوره. قد مشاعر تقتل، تهلك، تذبح، تحسسك بالضعف بكل شيء. ليه لما تكون معاشر شخص من سنين وتحبه بدرجة مو طبيعية وتعتبره كل حياتك، وهو كذلك نفس الشي، بس فجأة تهون عليك وينساك، تكلمه وأنت مليان شغله وملهوف عليه، وهو يكلمك ببرود وكأنك غريب عنه، تحسه إنك رامي روحك عليه. هنا تكره نفسك وتكره كل حياتك، كل لحظة عشتها عشان هالإنسان. ليه إذا احتاج شخص وتتمناه يرجع لو لحظة ويهون عليه اللي فيه، تلقاه ناسيك ولا مهتم، هو قد عودك إنه ما يخليك ويبقي معك، بس فجأة نسى كل اللي قاله. ترى ممكن ينكر بعد، بس أبي أفهم إذا أنتم مو قد الوعود، ليه توعدون؟ ليه تكذبون؟ تعلقون الآدمي فيكم ثم ترحلون. تعبنا نكابر ونبين لكم أشواقنا، بس صعبة أشوف هالأشخاص قدامي وما أحن. هو صحيح في ناس تتعوض، بس برضو يبقي لهم ذكرى ما تنتسي، وأيام ما تهون بسهولة. فرفقا بأحبك.